أطفالها إلى الواجهة بحثا عن المال بصرف النظر عن القيم والأخلاق. ما أن انتهى تاريخ صلاحية الشخصية التي صدرتها العائلة للمجتمع، إلا وسرعان ما كان البديل جاهزا: الدفع بشقيقتها إلى الواجهة لسد الفراغ وإنقاذ الأسرة من الورطة، تلك المتمثلة في عدم التفريط بالمكاسب السهلة والخيالية لاستعراض الفتى. ظاهرة صعود مشاهير الفلس تجتاح المجتمع، واللهث وراء المال يجعل الابتذال وسيلتهم الجاهزة دائما عندما تخفت الأضواء، فلا مانع من إفشاء الأسرار العائلية أو بيعها بمعنى أوضح، فالغاية تبرر الوسيلة. أمهات يقحمن بناتهن في عالم التفاهة الكبير لترميزهن، سهر وتخطيط هاشتاجات فاضحة ومعيبة تطلقها العائلة ذاتها على حساب سمعتها دون اكتراث، إلا بما سيضيفه ذلك لأرصدتها البنكية ومهما سلب من تلك الأخلاق. والمشكلة الأكبر هي تصدير مشاهير الفلس على أنهم رموز مجتمعية وتقديمهم كإعلاميين وفنانين رغم فراغ المحتوى إلا من استعراض ملامح الثراء كحديث نعمة. هناك أشخاص كفاءتهم تنحصر في التفاهة يغزون المجتمعات، قال عنهم أستاذ الفلسفة دكتور آلان دونو في كتابه نظام التفاهة أنهم يتميزون بقدرتهم على استقطاب تافهين آخرين وخلق عالمهم الخاص. ويشير دونو بأصابع الاتهام إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي نجحت في ترميز مشاهير التفاهة وحجب النماذج الفعلية للكفاح والنجاح. هل يحتاج الأمر لوقفة رسمية ومجتمعية تعالج هذه الظاهرة؟ وقفة لإعادة النظر في التحليق بالتافهين إلى عالم الشهرة والثراء. نتحدث عن هذه الظاهرة مشاهدينا الكرام مع ضيفتنا في الاستديو الدكتورة الهنوف الحكيل، مستشارة الأسرية والتربوية. أهلا بك دكتورة، مساء الخير. سعيدة أني معكم، إن شاء الله يكون الموضوع مهم جدا لكل الأسر بإذن الله. بإذن الله. دكتورة، يمكن هذا الموضوع انتشر بشكل لافت في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. كيف ممكن نصف هذه الحالات التي تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الأسلوب، يعني بين قوسين الانحطاط من القيم والأخلاق في كثير من الأحيان؟ يا سيدي الفاضل، هذا موضوع جدا مهم وأيما أهمية، يعني جرح دامي حقيقة. نعم. قضية التعامل مع السوشيال ميديا والمشاهير وقضية استجلاب المشاهدين نبي ناخذها بثلاث زوايا. الزاوية الأولى أنت كمشاهد كمتلقي، المتلقي لمثل هذه المحتويات أو مثل هذه الخامات، من اللي يرفع المشاهدات عندهم؟ أكيد أنت وأنت 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 اللي تشاهد. فبالتالي عندنا مشكلة في اللواقط اللي هي البصرية والسمعية. احنا كل يوم نسمع ونشاهد ما لا يعنينا ولا يفيدك ولا يعطيك أي يعني مرجعية جيدة. أنت تشاهد يوميات، تشاهد سخافات، تشاهد أمور ما لها فايدة بالنسبة لك. فبالتالي كيمياء العقل عندك أو طريقة تفكيرك أو طريقة تعاطيك مع الحياة بتكون بطريقة سطحية. يعني بعطي مثال مبسط للسادة المشاهدين: لما أنت تاكل وجبة معينة سيئة أو تاكل أكل معين سيء فترة، كيمياء الجسم تتغير معها، جسدك يتغير معها، صحتك تتغير معها. فبالتالي النصيحة الأولى اللي حبيت أني أبدأ فيها اليوم، والله العظيم وهذه نقطة تحول، نقطة مهمة جدا: استرشد في اللي تشاهده وتسمعه يوميا. الهاتف، احنا نشوف الجوال معانا في كل وقت. المشاهير تلعب لعبة نفسية حقيقية في التعامل مع المشاهد. تجيك مثلا من بعض الزوايا اللي يلعبون فيها المشاهير في قضية جلب المشاهد، اللعب في زوايا الفضول، خلينا نقول. بمعنى لما تلاحظ آخر صورة دائما تكون فيها تفسخ قيمي معين. 2، نستخدم إثارة الجدل بحدوث مشكلات جوا الأسر علشان نرفع عدد المشاهدين من خلال فضولهم. يبغى يشوف، يبغى يعرف. فالفضول لما يعمل بشكل دائم من مجموعة من الناس بشكل مستمر في شيء تافه، حقيقة بيأثر على المجتمعات. لما احنا بنستمر نشاهد سخافات بهذا المستوى بشكل مستمر، حيأثر على الأبناء. أبنائنا في خطر. وضعنا الآن والنماذج والصور الذهنية اللي عند أولادنا وبناتنا حول الكسب المالي أصبحت أقصر طريق الشهرة، أقصر طريق التفسخ من القيم. هذه أزمة
والله أزمة. الموضوع ما هو تنظيري نهائيا، الموضوع تربوي ويلمس كل أسرة. للأسف اللي ذكرته قبل شوي في السؤال واللي يؤلم حقيقة لما تجيك الأسر نفسها أو الأم والأب، الأم أو الأب هو اللي يدفع ابنه لمثل هذا السلوك، سواء كان كبير أو صغير. كبير ولا صغير، هذه اتجار بالأبناء والبنات، هذا اتجار سواء كان كبير ولا صغير. هذا شيء مؤلم بالحقيقة، لأنه له قاعد الابن عنده مقومات، ما في مقومات، تلقى مقومات عقلية ذهنية، محتوى يقدر يقدم شيء، يقدر يقدم هادف. احنا موجودين لعمارة الأرض، ما احنا موجودين عشان نستعرض. فبالتالي لما توصل مستويات التعاطي مع السوشيال ميديا أو التعاطي مع اللي شكلت كنماذج الآن، لما نفتح الجوالات نشوفهم كنماذج في كل مكان، محطوطة الصورة في كل مكان، موضوع الخبر وكأنه خبر الموسم أو كأنه اختراع جديد. للأسف هنا في حتى مسؤولية جدا جسيمة على الأسر، على الجهات المسؤولة عن الإعلام. جدا لازم نركز على هذه الزاوية بالمحتوى اللي يقدم وبالذوق العام اللي نشوفه برا طبق، نبغاه يطبق كذلك في السوشيال ميديا. بنتقل معك نقطة يعني فيما يتعلق بالجهات المسؤولة والمتابعة وأيضا المشاهدين الذين بدأت حديثك بهم، لكن من يظهرون بهذا الإسفاف والانحلال يعني قد تكون هذه يمكن ألطف عبارة في ذكرها في لطيفة مواقع جدا التواصل الاجتماعي. ما هي حالتهم النفسية التي تجعلهم يقومون بهذا ممتاز الشيء؟ أولا لما تجد الشخص يمارس مثل هذه السلوكيات تكون لها يعني خلينا نقول مسببات كثيرة. احنا نتكلم عن تنشئة اجتماعية، نتكلم عن احتياجات متعددة. إذا كان الاحتياج واضح بالنسبة لك، لما تشوف الطرح، لما يجيك يقول لك أنا والله الآن أصبحت ملياردير، أنا الآن أصبحت مليونير، أنا من بعد ما طلعت في السوشيال ميديا أصبحت غني، قاعد يعطي رسالة أنه هو كان عنده الاحتياج مالي، أشبع هذا الاحتياج من خلال التفسخ القيمي. هذه أنا فكيت القيم اللي عندي وكبيت القيم اللي عندي وتركتها على جنب، وشوفوني يا ناس أنا كسبت مال. فبالتالي الرسالة اللي مختصرة اللي تصل وشي، اترك قيمك ومبادئك وتهنى بالحياة، خدر لي دماغك والعب بجسدك وأظهر جسدك، توصل لمبتغاك المالي. وهذه أزمة حقيقية. إذا أنت ما عندك أساس أو بيسك حقيقي أو مبدأ أو خلق أو قيم، فأنت الآن في أزمة في حياتك، ولا قاعد تأدي ولا رسالة سليمة. الدنيا مو كلها مال. فإحنا الآن هذا الاحتياج الأول اللي ممكن يخليه يدعمه أو يحفز عنده سلوكياته اللي ما لها علاقة بالقيم بشكل مباشر، أو يكون عنده قيمة. لاحظ كان عنده قيمة أول لكن ترك قيمة لأنه لقى اللذة أو الإشباع في احتياج كان سابقا غير مشبع. أوقات يكون القبول بمعنى غير مقبول في بيته، غير مقبول عند أسرته أو عند أهله، أو ما لقى لفت الانتباه المطلوب، مهمل في الأسرة، دخل على عالم السوشيال ميديا وخلق له عالم افتراضي، شعر بقبوله، شعر بأنه مقدر، فبالتالي أصبح يجد نفسه في هذا العالم، فيبدأ بالاستعراض والضحك والتهريج الغير اللي ما له معنى. بالأساس لديه عقدة نفسية، بالأساس يكون احتياجه هنا، فهو كون له عالم افتراضي آخر، قد يكون عالم آخر، ويعيش معهم حياة كأنهم فعلا أسرة. في احتياجات في الديب. لا يعني ذلك أنه كل المشاهير مساوئ فيهم ما يسوءهم، لا، لكن أنا يهمني كونك أنت على منبر وأنت إنسان تظهر وشكلت نموذج عند شريحة كبيرة من المجتمع اللي تشاهدك، فأنت مسؤول. أنت مسؤول عن كل كلمة تقولها. أنت الآن قاعد تشكل نموذج للصغير يشوفك، المراهق يشوفك، الشاب يشوفك. فبالتالي أنا كنموذج لازم أمثل هذا النموذج يكون بعض النماذج دكتور الهنوف يعني يمكن نشاهدها أنه البنت راحت جابوا بنت ثانية غيرها وبيصير في تبادل أدوار. أحيانا نشاهد بعض الأسر تستغل أطفالها، يعني حتى مهما كان نعم. صغر الطفل تبدأ تستغل سبقتني في شكل يعني فج وغير مقبول نهائيا حتى في مبادئ بسيطة. كيف يمكن مثل هذه الحالات استغلال الأطفال سواء أطفال صغار أم أبناء كبار؟ يا سيدي الفاضل، هذه التعامل، أنت لما تجيب طفل أنت مؤمن عليه، وأنا جدا هذا يدمي ضميري فعلا لما أشوف طفل يستخدم لإثارة أو لكسب مشاهدات. الطفل ما كان له خيار أصلا في هذا الموضع. الطفل حرمته من أنه يعيش طفل طبيعي يطلع ويلعب ويجي ويروح. هو كان تحت الأضواء من يوم ما كان صغير، فبيكبر بيكون ما هو طبيعي، بيكبر بيكون مختلف عن الآخرين، ما عاش الحياة الطبيعية. فبالتالي أنا ضد، ولازم